ميلاد باسم سمرة بلطجي صاحب النكتة. يعتبر الفنان باسم سمرة من أبرز النجوم الذين برزوا في أوائل تسعينات القرن الماضي، حيث تميز بتقديمه لأدوار الشر التي يغلب على كثير منها الطابع الكوميدي في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما على مدار مسيرة فنية استمرت 34 عام. ويحتفل باسم سمرة اليوم بعيد ميلاده ال 54، حيث أنه من مواليد سنة 1971. بدأ باسم سمرة مشواره الفني سنة 91 من خلال المشاركة في مسلسل القاهرة منورة بأهلها من إخراج الراحل يوسف شاهين، ثم توالت بعد ذلك مشاركته في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والدراما. وجسد باسم سمرة على مدار مسيرته الفنية عدد من الأدوار التي حدثت صدى كبير لدى الجمهور. من بينها جسد باسم سمرة دور كونا في مسلسل بنت من الزمن ده بطولة داليا البحيري والذي عرض سنة 2008. دور باسم سمرة في المسلسل كان الشخصية الرئيسية، وهو رجل بلطجي يقوم باستغلال الأطفال وإجبارهم على التسول في الشوارع من أجل جلب الأموال له. وتدور أحداث مسلسل بنت من الزمن ده في إطار درامي حول فتاة بريئة تبيع الورد في الشوارع، ولكنها تتعرض للمطاردة من قبل بلطجي يدعى كونا، والذي يستدرجها عن طريق إحدى زميلاتها ويعتدي عليها مما يفقد عذريتها ويرفض أن يتزوجها فتسعى للانتقام منه. ويضم فريق عمل مسلسل بنت من الزمن ده نخبة من النجوم، منهم داليا البحيري وباسم سمرة وأحمد بدير وأحمد خليل واحمد سعيد وعبد الغني، احمد سعيد عبد الغني وهالة فاخر وصفاء جلال ومي الغيطي وميار الغيطي ومصطفى حشيش، والمسلسل من سامي محمد علي. كمان برع باسم سمرة في تجسيد شخصية عيسى الوزان في مسلسل العتاولة على مدار جزئين في العامين 2024 و 2025. وشخصية عيسى الوزان محورية داخل أحداث المسلسل، وهو رجل يقوم بممارسة أعمال منافية للقانون من أجل جلب الأموال، مستغلا الشقيقان نصار وخضر. وبالرغم من كون الشخصية شريرة فإنها تمتاز بالطابع الكوميدي وإلقاء جمل وإفيهات انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها كلمته الشهيرة يلا بينا. وتدور أحداث مسلسل العتاولة حول الشقيقان خضر ونصار اللذان يقومان بالعديد من الأعمال المشبوهة مما يوقعهم في العديد من المشكلات. ويضم فريق عمل مسلسل العتاولة نخبة من النجوم، منهم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وهدى الإتربي ومصطفى أبو سريع وميمي جمال وأحمد كشكو، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى. كما جسد باسم سمرة شخصية التوربيني في فيلم الغابة اللي عرض سنة 2008. وشخصية التوربيني شريرة لديه تشكيل عصابي يقوم باستغلال أولاد الشوارع وإيذائهم إن لم ينفذوا أوامره. وتدور أحداث فيلم الغابة حول مجموعة من أطفال الشوارع يقومون بارتكاب عدد من الجرائم ما بين السرقة والاغتصاب والقتل من أجل جلب الأموال. كما يسلط الفيلم الضوء على تصدي الحكومة والمجتمع لهذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير. يضم فريق عمل فيلم الغابة نخبة من النجوم، منهم باسم سمرة وحنان مطاوع وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور وسلوى محمد علي ومنى بدر تيسير. والفيلم من تأليف وإنتاج وإخراج أحمد عاطف. كما تألق باسم سمرة في دور عزوز في مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان عرض سنة 2023. وعزوز شخصية رئيسية داخل أحداث العمل يكمن بداخله الشر وإيذاء الآخرين وسلب حقوقهم والسيطرة على أموالهم بفرض القوة والسيطرة. تدور أحداث مسلسل بابا المجال حول شخصية زينة الذي يكد ويكافح من أجل العيش بطريقة شريفة، ثم يكتشف أن والده مازال حي ولديه العديد من الأموال مما يقلب مسار حياته رأسا على عقب. ويضم فريق عمل مسلسل بابا المجال نخبة من النجوم، منهم مصطفى شعبان وباسم سمرة ورياض الخولي ونسرين أمين ومحمد نجاتي وجمانة مراد وسام إبراهيم. والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإنتاج أحمد خالد موسى.